الواحد بعد ما يتفرج على مسلسل حكايه نرجس هيحس نفس احساسه لما اتفرج على روبانزل، انه عايز يعمل تحليل دي ان ايه يتاكد امه اللي جوه دي امه بحقه حقيقي ولا خطفاه، خصوصا ان احنا امهاتنا بيلبونا بالشبشب وبياخدوا مننا العيديه وما يوريهولناش تاني وبيعايرونا بفشلنا وبجنابنا. فدي مش تصرفات امهات، دي تصرفات خاطفي اطفال. انت يا وليه اللي اسمك نرجس، انت ما فيكيش خير خالص، تضحكي على جوزك وتفهميه انه ما بيخلفش مع ان انت اللي ما بتخلفيش، تروحي تخطفي عيل من واحده غلبانه وايه داخله بقى طيبه. انت عندك كام واحد؟ عندك 3. طيب لو خدنا واحد هيحصل حاجه؟ مش هيحصل حاجه. تقتلي ام جوزك وتطلعي تنامي تاني عادي ولا كانك عملتي حاجه. وكمان بتقتليها ليه؟ كل ده عشان شافت الفله، قالت لها طالما شفتي الفله يبقى مش هيطلع عليكي نهار يا بولا. وتروحي لجوزك الاولاني عشان تكيديه وتشككيه في ان الحمل من مراته التانيه ده مش من صلبه وانها بتخونه، وجوزك يقول لك بلاش نتبنى، التبني حرام، تفتي في الدين وتقولي لا الحرام ده للاغنياء عشان ده خلط انساب هيورثوا، لكن احنا ما حلتناش حاجه. ده انت يا نرجس الشخصيه الحقيقيه ما كانش المفروض يبقى اسمها عزيزه بنت ابليس، يبقى اسمها عزيزه ام ابليس. النهارده هنلخص الحلقه الثالثه والرابعه والخامسه من مسلسل حكايه نرجس، ودي الحلقات اللي نزلت لحد النهارده او لحد ما احنا بنصور الحلقه. وبعد ما هنلخص مش هنعمل بقى تحليل، قبل ما نخش تحليل في المسلسل هنعمل كده تحليل على الشخصيات بتاعه المسلسل، هتفهموا ده. بس خلونا الاول نخش في التلخيص. بتبدا الحلقه الثالثه انه نرجس بعد ما دبست عوني قدام امه واخوه ان هي حامل، بتقول له ان احنا هنروح نتبنى وانا مجهزه كل حاجه. وفعلا بيروحوا دار وبيتفقوا على موضوع التبني. للاسف بيجي رفض، دار بترفض ان هم يتبنوا بسبب ان وضعهم المادي مش اظبط حاجه. وهي خارجه من الدار بتتعرف على واحده شغاله هناك، بتقول لها بصي انا ممكن اجيب لك عيل من العيال اللي بتترمي من قبل ما يتسجل، وبتتفق معاها وبتوافق. وبترجع بقى تكمل رحله الكد، مره تعمل نفسها بتصوت، مره تعمل نفسها بترجع عشان تسمع كل الناس، وكل ده طبعا بتخرج وهي مركبه بط لحد اليوم اللي هي المفروض بقى عايزه تولد. فبتروح هناك بتلاقي الست دي اتطردت، ما بتعرفش تعمل ايه، بتطلع على السوق بتلاقي واحده معاها عيل صغير، فبتروح تسرق العيل ده منها وتطلع تجري. بترجع على البيت تتفق مع جوزها ان هو يروح يجيب الدايه، وطبعا الدايه بتبقى متفقه معاهم وعارفه ان العيل ده مخطوف، مفيش اي مشاكل. المهم ان القصه دي بتخش على اخوه على امه وعلى امها، وبيسموا العيل يوسف. وبعدها يوسف بيتعب وبيخش المستشفى لان بيبقى عنده صفرة، طبعا هي كانت هتموت عليه، ولكن في الاخر بيطلع يعني من المستشفى. وبتحاول نرجس انها تقرب من حماتها بما انها خلاص خلفت يعني. وفعلا في يوم بتبات مع حماتها في البيت بدل ما سلفتها هي اللي تبات معاها. لكن في اليوم ده حماتها بتساهيها وبتفتح الهدوم بتاع ابنها وبتكتشف ان الواد الطاهر، مع ان هم قايلين ان الواد لسه ما اتطهرش. فهي شكت في حاجه. فهنا نرجس بتقرر انها تنتقم. وبالليل لما الست بتتعب وعايزه البخاخه عشان ما تموتش، نرجس بتستعبط وبتسيبها تموت. وفعلا الست بتموت وبيدفنوها، بتواسي جوزها مع ان هي اللي قتل امه بدم بارد. الحاجه بقى اللي كنت عايز نتكلم فيها النهارده هي الشخصيات. ملفت جدا في مسلسل حكايه نرجس ان كل الشخصيات شريره حتى ولو صعبت علينا، وانا ده هثبته لكم دلوقتي. اول شخصيه هي شخصيه ام عوني. انا عارف ان كلنا لما شفنا مشهد وفاه ام عوني صعبت علينا وقلنا الست دي غلبانه، لكن الحقيقه ان الست دي هي الشر بذات نفسه وكل تصرفاتها غلط. اول حاجه انها بتفرق بين عيالها جمال وعوني، وشايفه ان عوني اقل من جمال لمجرد ان رجليه مش موجوده، فدايما بتنقرزه وانت لازم تمشي ورا اخوك، رغم ان هم اصلا عايشين في الورث بتاع عوني، يعني ده في خيره هو، ورغم ان الاتنين ولاد بطنها، بس في واحد بتحبه والتاني بتهين. ده والله العظيم ده نرجس عندها امومه اكتر منك. ام عوني دي بتكره نرجس لله في لله، ولسانها صليط معاها وبتقل ادب عليها، رغم ان نرجس كانت بتحاول تعمل كل حاجه عشان تقرب منها، لدرجه انها ليله ما بتموت نرجس بتقول لها ده انا عايزاكي ترضى عليا. بتقول لها يا اختي انا هاجي على نفسي وهحاول ان انا اقبلك. طب ده كلام يتقال في وش واحده؟ ام عوني دي رغم انها شايفه نرجس هي اللي شؤم، لكن الحقيقه ان هي اللي شؤم ومحدش قال لها. يعني هي اتجوزت واحد مات، بعدين اتجوزت اخوه هو اخر مات، وهي اللي مكمله، وتيجي في الاخر تقول لي ان نرجس هي اللي شؤم. طب وبالنسبه ليك انت يا حاجه؟ زي برضو في مشهد احمد عزمي بيقول ده نرجس دي شؤم تبات مع امي يوم امي تموت. طب وبالنسبه لامك اللي دوبت راجلين واخوات من نفس العيله؟ ام عوني دي ست فضوليه زياده عن اللزوم، بتحشر ايديها في حاجات ما تخصهاش. نرجس سايبالك العيل، ايه اهميه انك تفتحي وتشوفي المسائل بتاعته اذا كانت طهرت ولا ما طهرتش؟ ده هيفرق معاكي في ايه؟ وغير كده بقى كمان هي غبيه جدا، عرفت ان نرجس بتكذب عليها، المفروض انها تسكت وتاني يوم الصبح تكشفها، لكن لا دي راحت وقالت لها في وشها وانا عارفه وانا هكشف سرك، وهي البخاخه لا تزال في جيب نرجس. طب ما
هي وش هتخلص عليك، انت مش فاهمه ده. والاهم من ده كله ان ام عوني دي لو كانت عاشت تاني يوم كان ايه اللي هيحصل؟ كانت هتصحى الصبح تاخد البخاخه وتفضح نرجس وتفضح عوني، الاثنين هيتسجنوا، فيوسف ده هيترمي في ملجأ في الاخر. فهي وفاتها في الاحداث جت مصلحه للكل. تاني شخصيه يعتبر برضه شخصيه شريره هو شخصيه عوني. شخصيه عوني ده في الاول تحس انه صعبان عليك، بس لما تركز هتلاقي ان الشخص ده شره ما يقلش كتير عن شر نرجس. اول حاجه هو وافق انه يعمل حاجه حرام وهو عارف انه التبني ده حرام، بس قبل انه يقع في الحرام ده بس عشان يرضي نرجس حبيبته، او عشان هي هتبقى مبسوطه هو هيعمل الحرام ده. تاني حاجه هو كان متفق مع نرجس انها هتروح هتاخد عيل بالتبني. لما نرجس رجعت وهي خاطفه عيل هو شك في الموضوع وسالها لا هو ده بالتبني، قالت له هبقول لك بعدين، وكرفت له وهو حاسس ان الموضوع وراه مصيبه، ومع ذلك قبل وكمل في الكذبه ومفيش اي مشاكل. ده غير ان عوني يبان عليه ان هو كاره الكذبه بتاعت نرجس، لكن هو كذاب زيها ويمكن يبقى متمرس في الكذب اكتر منها، بدليل ان هو اللي راح جاب الدايه وهو اللي وقف بره وهي بتولد قدام اخوه ومرات اخوه لما كانوا بيقولوا احنا عايزين ندخل نطمن عليها. وحتى لما ام نرجس سماح انور جت تزورهم وابوها رمى لها كلمه ده الواد شكله مولود من اسبوع، نرجس ارتبكت ما عرفتش تكذب وهو اللي كذب وقال تصدق والله يا عمي ده انا اول ما شفته قلت كده الواد ده غريب جدا. فانت شخص كذاب وبتعمل الحرام وكمان بتكتب البيت باسمها علشان انت مش عايز اخوك ياخد منك اي حاجه، يعني بتفضل مراتك اللي انت ما شفتش منها اي خير وشايفها عماله تخطف وتسرق. وفوق ده كله دهول، يعني الصدفه ان نرجس الليله الوحيده اللي قعدت مع عمك هي الليله اللي هي تموت فيها، ما جاش في دماغك ان هي اللي زرتها وخلصت عليها؟ قالت شخصيه هي شخصيه نرجس. طبعا شخصيه نرجس دي فعلا بنت ابليس، بس في شر احنا واخدين بالنا منه وفي حاجات احنا مش واخدين بالنا منها. اول حاجه انها بتخطف العيال وتروح تخطف عيل من واحده غلبانه وهي عارفه قد ايه ده ممكن يوجع قلب الام، بدليل انها بعد كده راحت باعت الصيغه بتاعتها وخدت الفلوس الكتيره دي واديتها لها كتعويض ليها. قالت في الاول انها بتخطف الاطفال او مضطره تخطف الطفل علشان هي ما بتخلفش، بس سبحان الله هي برضو عشان تحمي الكذبه بتاعتها هي وصلت انها قتلت ام عوني، ومش بس قتلتها دي قتلتها وخططت ورتبت واستحملت انها تشوفها وهي روحها بتخلص وطلعت بعدها تنام عادي جدا. طبعا نرجس دي بتكذب اكتر ما بيتقال لها يا نرجس، متقنه جدا للكذب، يعني تخش تعمل نفسها بترجع في الحمام عشان تقنعهم، تعمل نفسها بتصوت علشان تقنعهم انها بتولد، تركز وتفكر ازاي احط بطن عشان البطن تبقى مظبوطه، ولما بطنها تتخبط في الفرح تعمل نفسها قال تعبت وتمشي علشان تظبط الاداء. بتكذب حتى على جوزها لما قالت له ان انت ما بتخلفش رغم ان هي اللي ما بتخلفش، وكذبت تاني على جوزها لما قالت له ان انا العيل ده مش خطفاه رغم ان هي خطفاه ورغم ان هو كان حاسس انها خطفاه، يعني بتكذب وهي سايبه ايديها. غير انها شخصيه استغلاليه، هي اتجوزت عوني ده مش عشان بتحبه، عشان عارفه ان هو مش واثق في نفسه وان هو بيحبها وان مفيش واحده هترضى بيه، فهي تتجوزه وتعرف تضحك عليه وتنفذ خطتها، لكن حب هي ما بتحبوش اصلا، لدرجه انها بقت تكذب على نفسها واقنعت نفسها ان التبني نخلة الانساب ده حلال. ليه؟ لان احنا فقراء. وبتكذب كمان على العيل الصغير اللي هو يوسف لما بتقول له يمكن انا جيت لك عشان اكون انا الخير، اهلك كانوا ممكن مش هيرعوك، مصدقه الكذبه للدرجه دي. واوحش حاجه في نرجس احنا مش واخدين بالنا منها انها وليه كياده، يعني خلاص انت جبتي العيل، لا تروح ترجع لجوزها الاولاني وتقول له ده ابني اللي من صلبي، شوف انت بقى اولادك اللي من مراتك الجديده دول من صلبك ولا من لا. واوحش حاجه برضو فيها انها طول الوقت عايشه في زياره الاولياء، وده اكيد شيء حرام ويعتبر شرك بالله، بس طبعا اخلاقها دي تطلع من واحده ممكن تشرك بالله عادي جدا. بشكل عام ما عنديش تعقيب جديد اقدر اقوله على المسلسل، يعني الاداء بصراحه عجبني جدا، الريتم سريع، يعني كل الكلام اللي احنا قلناه من اول حلقه عملناها عن اول حلقتين بالعكس يعني يعتبر انه زاد كمان، المسلسل بيعجبني اكتر، ريتمه بيشد اكتر. بس خلوني اقول نقط سريعه. اول حاجه عجبني جدا في المسلسل كلمه حرام اللي اتذكر ما بين عوني وما بين نرجس، انه بيقول لها ده كده حرام فهي بتبرر له حته الحرام، بس فكره ان مسلسل بيفكرنا بالحلال والحرام دي حاجه حلوه ونادرا لما بشوفها في مسلسلات دلوقتي. حاجه تانية هي ملحوظه ما اقدرش اقول انها حلوه او وحشه، بس دي لازم اقولها، انا مش قادر اتعاطف مع نرجس، يعني في مشاهد كتيره جدا هي بتعيط لما يوسف دخل الحضانه لما جاله الصفرة بتخاف على ابنها، انا مش قادر اتعاطف معاها، انا شايفها شخصيه شريره، وعارف ان في ناس بتكتب ان احنا بدانا نحبها، لا انا مش قادر احبها خالص، مش قادر احدد حتى المسلسل عايز مني ايه، عايزني اتعاطف معاها او اشوفها شويه شريره وشويه كويسه، انا بصراحه مش قادر اشوفها كويسه، انا بشكل شخصي ما اعرفش انتوا ارائكم ايه، يعني من كتر ما انا مش حاببها لما هي كانت بتعيط والواد في المستشفى انا قلت ده ارحم له انه يتوفى، يعني هو هيروح عند ربنا سبحانه وتعالى رحيم بيه وهي ننقذ عيل منها، لان انا مش مطمن لها. في برضه سؤال لفت نظري، هي ليه ريهام عبد الغفور طول المسلسل طالعه لابسه الحجاب؟ يعني انا فهمت في الاول انها عندها حاجه في شعرها، لو تلاحظوا هتلاقوها لابسه الحجاب وهي بره البيت، حتى وهي في البيت مع جوزها بس معاوني اغلب الوقت طالعه لابسه الحجاب، انا ده دراميا مش قادر افهمه ومش لاقي له مبرر، هل في سبب لكده؟ ولا مثلا ريهام عبد الغفور لما اتقرصت من ساعه الفستان قالت لك طب خلاص
خلاص انا هطلع حتى في التمثيل بالحجاب. مسلسل حكاية نرجس عمل معادلة صعبة جدا. النهاية بتاعته نهاية متوقعة، كلنا عارفين قصة عزيزة بنت إبليس والنهاية بتاعتها هتبقى حاجة من الاتنين، يا هيخش السجن يا إما هتنتحر زي ما هي انتحر. لكن اللي عاجبني في المسلسل ده إنه قادر يشدني بالتفاصيل اللي جواه، بالمشاعر الإنسانية اللي جواه، زائد التمثيل العالي جدا جدا منهم كلهم. طبعا يعني أول حد ودي أهم حد بالنسبة لي هي ريهام عبد الغفور، وتاني حد حمزة العير. بجد وشه بيوصل لي قد إيه في بؤس وقد إيه في ضيق وقد إيه إنه هو بيحاول يتبسط ومش عارف يتبسط. التمثيل مع المزيكا مع الديكور مع الريتم السريع، كل حاجه بالنسبه لي عظيمه جدا، رغم ان الاحداث متوقعه ورغم انها قصه حقيقيه. بس هنا بقى يبان الابداع، انت عارف ازاي تمسك حاجه انا متوقعها وعارفها بس مخليني مشدود لها حلقه ورا الثانيه. فاعتقد ده افضل مسلسل اتقدم في النص الثاني من رمضان، او على الاقل في المسلسلات اللي وصلت. ودلوقتي جينا لميعاد سؤال الحلقه. تفتكروا نهايه نرجس في مسلسل حكايه نرجس هتبقى ايه؟ هل هتنتحر وتخلص على نفسها زي عزيزه بنت ابليس وهنشوف اللقاء اللي كان ليها على التلفزيون ده برضه نرجس طالعه فيه، ولا هتنتهي بالنهايه الثانيه انها هتخش السجن ويتقبض عليها؟ اكتبوا لنا اراءكم في التعليق. خلاص استاذنكم بقى اللايك والشير والكومنت والسبسكرايب، تفعل الجرس لو انت اول مره تشوفنا. لو انت من العتاوله اللي عارفيننا من قبل كده، هترجع في القناه هتلاقي سلسلتين، سلسله ملخصات لافلام مسلسلات عربي اجنبي قديم جديد، وسلسله تقييمات لافلام مسلسلات عربي اجنبي قديم جديد او تريلرز لحاجات لسه هتنزل، وفي سلسله هبديه هزليه في حب الفنانه الفلانيه، غير سلسله 10 افلام مسلسلات مسرحيات. يعني معاك وقت وجهد وباقه وطاقه، خد لك لفه وقول لي رايك في الحاجات اللي عجبتك والحاجات اللي ما عجبتكش بعد ما تخلص الحاجات الدينيه اللي عليك في رمضان. يعني رمضان شهر عباده مش شهر مسلسلات، وخصوصا احنا دخلنا خلاص في العشر الاوائل، فتلحق تلم نفسك والحلقات ملمومه موجوده زي ما هي. لو الفيديو عجبك ابعت انشر كلم دماغ، ما عجبكش ليه مش عاجبك وتروح فكره اي حاجه اكتبها لنا في التعليقات، وبنختم بالكلمه بتاعتنا. كلمه ايه؟ غيره.